زمايل بنتي في الدرس عزموا نفسهم بنفسهم النهارده على الغدا وورطوني احلى توريطه. بقيت قاعده حاطه ايدي على خدي ومش عارفه اعمل ايه. بنتي تعبانه واخده دور بقالها كام يوم ومش بتروح الدرس. لقيتهم فجاه كلهم كده طبوا علينا كده في البيت. 15 نفر 15 بنوته لقيتها كده بيخبطوا عليا. انا بقيت بصراحه مندهشه. وكلهم بصراحه داخلين شايلين كده في ايديهم، يعني اللي شايله في ايديها كم يعني كام واحدة شوكولاتة، اللي جايبة مثلا في ايديها كيس فاكهة. المهم يا جماعة ان هم يعني داخلين يجبروا بخاطر بنتي، وداخلين كده ان هم يطمنوا عليها ويقعدوا معاها. ولو داخلين حتى بايديهم فاضية كتر خيرهم قوي ان هم جايين يسألوا على بنتي. فدخلت كده اقول لهم تحبوا تشربوا ايه؟ يعني تحبوا تشربوا حاجة ساقعة ولا عصير؟ ولا بتحبوا تشربوا مثلا نسكافيه اللي انتوا عايزينه اعمله لكم؟ لقيتهم بيقولوا لي لا يا طنط، نشرب ايه ده؟ احنا هنقعد النهارده وهنقضي اليوم كله مع ملك، واحنا استأذنا كده من اهالينا ان احنا هنقضي كده اليوم النهارده. خلصنا دروسنا النهارده بدري وقلنا خلاص، يعني ايه هنقضي معاكم كده اليوم، هنروح ان شاء الله على الساعة 8 بالليل. فبصراحة ما بقيتش عارفة طب اتصرف ازاي. طب انا ما معيش فلوس يعني يكفي 15 نفر. تخيلوا 15 نفر، يعني هنزل اجيب كام فرخة؟ ده ابسط شيء الفرخة دلوقتي، يعني الصغيرة ب150 جنيه. هجيب فرخة لما يبقوا 15 نفر؟ بقيتش عارفة افكر ازاي. وفجأة لقيت نفسي فكرت، قلت انا اجيب كيلو لحمة وافرمه واعمله حواوشي، واعمل لهم الصينيه الجباره اللي انتوا شايفينها دي. وعملت لهم بقى معاها طحينه وشيبسي، وكانوا فرحانين بالصينيه ديت وكانوا مبسوطين بصراحه، وبنتي كانت مبسوطه مني. قبل ما نبدأ ونقول الطريقة كلنا نحط كده اللايك بتاعنا ونكتب كومنت كده محفز، وياريت كلنا نصلي على رسولنا الكريم كده في الكومنتات. يلا كده نقول عملنا ايه. جبت لكيلو اللحمة المفرومة كيلو من البصل، وثلاث قرون من الفلفل، وقرنين شطة، وحبيتين طماطم كبار او ثلاثة كده وسط، وضربتهم كلهم كده في الكبة مع 5 فصوص توم. تمام. تمام. اسهل من كده مفيش. انت هتستخدمي الكبة بتاعتك او المبشرة، اي حاجه. بس زي ما بقولك اهم شيء انك تفرمي ده لوحده، ما تفرموش مع اللحمه. فاهمين؟ ده طعم وده طعم تاني. هنبدا ان احنا نصفيهم كده في المصفى عشان ننزل الميه بتاعتهم دي خالص، هنشيلها منها. عايزه اقول لكم ان الطريقه سهله جدا، يعني ممكن بنوتك كمان هي اللي تقوم تعملها. هتاكلوا احلى حواوشي بجد، يعني بيكون تحفه. شلت بقى صفيت كل المية مش هرميها، احطها كده في كيسة وانا في الفريزر هحتاجها كده في تتبيلة الفراخ. تمام. ونزلت بقى بملح وفلفل اسمر وقلبت كل ده كده مع بعضه. عايزه اقول لكم حتى قرنين شطه بقى جبارين يا جماعه. ونزلت كده باللحمه المفرومه بتاعتي وكيس من بهارات الحواوشي، وهقلب كله مع بعضه. خلي بالك قليلي ملحك لان كيس البهارات ده بيبقى فيه ملح. وبدات ان انا احط كمان بابريكا وفلفل اسود، وكمان ده كان بهارات لحمه، وسنة كده من الشطة، مع اني حاطة شطة. ويعني ايه كانوا شوية دهن كده صغننين بشرتهم كده وحطيتهم. هقلب بقى كل المكونات دي كويس جدا 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 مع بعض لغاية كده ما يتجانسوا ويبقوا ايه حاجة كده ايه، عجينة واحدة. في الوقت ده كنت انا حاطة فحمة على النار، ودي بقى سر هتديكي سر الجزارين بالظبط يا جماعة. حطينا بقى الفحمة، هغطي بقى كده لغاية ما تشرب اللحمة كلها من الفحم. عايزة اقول لكم التركية دي هتفرق معاكي جدا جدا جدا. بدأت فتحت بقى العيش بتاعي في الفترة اللي كان فيها اللحمة بتاخد بقى نكهة الفحم. وخلاص هبدأ ان انا احشيه زي ما انتوا شايفين كده. انا بحب لما باجي احشيه ولا يعني بقلل اللحمة ولا كترها، فاهمين؟ خير الامور الوسط. شفتوا عملت كام رغيف ولسه يا جماعة اللحمة. عايزه اقول لك بقى ان دولت معلقتين. المعلقتين دولت بيكونوا فيهم السر. عارفين اللي هي كده بتاعت الخروف؟ كده لو انتي بقى جايبه عندك ليا وخدتي منها حاجه بسيطه كده وعملتيها على البوتاجاز سيحتيها، وهتاخدي منها معلقتين بس. هما دول بقى هيدوكوا نكهه تانية خالص. وهتبداي انك ترصي كده العيش بتاعك بتاع الحواوشي في الصينيه، وتديله كمان دهنه كده من فوق برضو، وتدخليهم الفرن. هيطلعوا بقى بصوا بروايح ايه وطعم ايه. الحواوشي كان جبار. اه والله جبار زي ما بقولكوا كده. ولما خلصت صواني الحواوشي كلها بدأت ان انا احط لهم برضو حتة فحمة كده، وتشرب كلها من فحم كأنك واكلة حواوشي محطوط كده، يعني شوية على الفحم. بجد بمعنى الكلمة. اذا كان اللحمة او العيش كده في الاخر حاجة كده، يعني انت ممكن تعملي
فخامة كده في البيت بتركتين ب3 تركات هيفرقوا معاكي جدا 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 في طعم الأكل. صدقوني والله. شايفين كمية ما شاء الله قد ايه؟ من كيلو لحمة يا جماعة، من كيلو لحمة عملت كمية قد ايه؟ محترمة محترمة. يعني عايزة اقولك ان انتي ممكن انتي لو عددكم كبير هتعملي نص كيلو لحمة مفرومة هيغرقكم. زمايل بنتي في الدرس عزموا نفسهم بنفسهم النهاردة على الغد وورطوني احلى تورته. بقيت قاعدة حاطة ايد على خدي ومش عارفة اعمل ايه. عايزه اقول لكم بنتي بقى تعبانة ان وواخدة الصينيه دور دي بقالها كام كانت يوم ومش وليمه. بتروح الدرس. لما زمايل عيالي لقيتهم فجأة شافوها قالوا لي كلهم ايه ده؟ كده طب ايه ده يا علينا طنط كده في ده؟ البيت دي حاجه 15 كده نفر، فخامه، دي حاجه 15 كتير قوي بنوتة. علينا لقيتها كده. كده قلت لهم لا، خبطوا كلوا عليا، بقى انا كده بقيت وانبسطوا بصراحة وعيشوا كده مندهشة. مع نفسكم. وكلهم بصراحة وبصراحه داخلين كانوا شايلين بياكلوا كده الاكل في ومبسوطين ايديهم، جدا يعني جدا اللي شايلة في ايديها ومنبهرين من الطعم. كم بقوا يعني يسالوني طب ايه كم واحدة التركات، طب شوكولاتة، ايه اللي اللي في جايبه جايبة مثلا مثلا في الحواوشي ايديها ده كيس مختلف فاكهة. جدا المهم يا عن اللي جماعة ان هم احنا يعني بناكله في داخلين بيوتنا. يجبروا قولي بخاطر لنا بقى، بنتي طب انتي وداخلين مصوره كده ان الفيديو ده هم طنط؟ قلت لهم يطمنوا اه عليها مصوره. ويقعدوا طيب معاها. تمام، لا ولو عشان نخلي داخلين بقى ماما حتى تدخل بايديهم وتتفرج فاضية كتر وتعمل لنا خيرهم زي. قوي ان هم جايين يسألوا بصراحة كنت على مبسوطة بنتي. جدا جدا من فدخلت كده اقول الكلام لهم تحبوا بتاعهم تشربوا ايه؟ يعني تحبوا اللي تشربوا حاجة ساقعة شجعني ولا عصير؟ وبسطني ولا منهم بتحبوا ان انا تشربوا مثلا لما نسكافيه؟ يجوا اللي تاني انتوا ان عايزينه شاء اعملوه الله لكم. اعمل لهم لقيتهم بدل بيقولوا لا يا الحواوشي اعمل لهم طنط، حاجات تانية نشرب كتير. ايه؟ ده اي احنا حاجة هنقعد كده النهارده بيحبوها ونقضي هعملها اليوم لهم. كله معاملك. واحنا استأذنا كده من بصراحة اهالينا ان تقديم احنا الأكل هنقضي كمان يا كده جماعة، اليوم النهارده. تقديم الأكل خلصنا مهم دروسنا جدا النهارده جدا. بدري رصة وقلنا الصينية خلاص دي يعني ايه شايفين الرصة هنقضي معاكم واخدين كده بالكم؟ اليوم، هنروح ان شاء الله على حطي الساعة بقى 8 شوية بالليل. خضرة كده ودلعي فبصراحة الصينية. ما بقتش لازم عارفة طب تدلعي اتصرف الصينية. ازاي. حطي طب بقى انا ما الصينية دي كده معيش فلوس يعني قدام اكفي عيلة 15 نفر. عيلة. تخيلوا انتوا 15 عارفين نفر طبعا كلنا يعني بنتلم هنزل كده اجيب كام يوم فرخة؟ الجمعة ده في بيت ابسط شيء أهالينا. الفرخة دلوقتي وانتوا مثلا يعني عددكم كبير الصغيرة ب 150 جنيه. والحالة هجيب فرخة لما يبقوا الاقتصادية 15 كلكم انتوا نفر. عارفين يعني بقيتش لو عارفة العدد افكر كبير ازاي. هتجيبي كله وفجأة لحمة لقيت وتيجي نفسي تعمليه في فكرت طبيخ قلت وجنبه انا رز، اجيب مش كيلو هيكفي لحمة أبدا، استحالة. وافرمه فبالطريقة واعمله دي حواوشي هتوفري واعمل لهم الصينيه الجباره وهيبقوا اللي انتوا مبسوطين شايفينها والطعم دي. كده وعملت لهم حلو بقى معاها قوي قوي. طحينه عايزة اقول وشيبسي لكم لو وكانوا الفيديو فرحانين عجبكم ما بالصينيه ديت تنسونيش وكانوا بقى في مبسوطين اللايك بصراحه. والكومنت وبنتي كانت المحفز. مبسوطه